اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده معانا مواجهه مختلفه شويه. لو متعرفش انا من فتره كنت في ايفنت تبع ام اس اي، وكنت واحد من تيم الميديا بتوع ام اس اي من ناحيه بقى السوشيال ميديا والكلام ده كله. وهتلاقي وشي موجود في الصفحه عندهم، هتلاقي سايب لك لينك البوست في الديسكربشن لو حابب تبص يعني. حابب بس احط لك الفلاشه دي عشان امهد لك ان في كلام كتير جدا وجامد قوي جاي الفتره اللي جايه. من غير كلام كتير فخلينا نخش على المراجعه. والمراجعه النهارده زي ما انت استنتجت من اللي ورايا ده، وهو لابتوب من ام اس اي، ومش اي لابتوب، هو الام اس اي ستيلث 15 ام. خلينا واحده واحده كده عشان ما تتوهش مني. ام اس اي عامله فئه الستيلث. فئه الستيلث دي كل اللابتوبس اللي فيها بتكون مواصفاتها كويسه، تقدر انت تستخدمها في الشغل تقيل، وفي نفس الوقت هي خفيفه وحجمها صغير. طب هل اللابتوب ده قدم الحكايه دي؟ فعلا هو قدمها ونجح فيها جدا. اول حاجه ابهرتني لما فتحت الكرتونه بتاعت اللابتوب، وهي مش اللابتوب تماما، هو حجم الشاحن بتاعه الصغير. حقيقي بالنسبه لللابتوبس جيمنج تانية او اللابتوبس مثلا مواصفاتها عاليه تانية، الشاحن يعتبر صغير جدا بالنسبه لهم. ولما جيت كده مسكت اللابتوب وفتحته، بصراحه الماتيريالز بتاعته ابهرتني. هو لابتوب تصميمه سيمبل جدا، ما فيهوش اي مثلا انحاءات او اي مثلا تعرجات او اي حاجه من الحاجات دي اللي هي بنشوفها في حاجات اللابتوبس الجيمنج وكده. في نفس الوقت الماتيريالز بتاعته جايه من الومنيوم حلو جدا، الومنيوم ملمسه فعلا نظيف، حاجه كده رايقه زي ما بيقولوا. بتفكرني كده بتصميمات ابل اللي هي بتكون حاجه ما فيهاش اي حاجه غير اللي هي اللوجو بتاعهم وخلاص كده. وشكل اللابتوب كمان وهو مفتوح بصراحه شكله حلو قوي، خصوصا حجم الكيبورد الصغير اللي هو ملموم فيه كل حاجه انت محتاجها، وحجمه في نفس الوقت كده مش كبير بقى وتلاقي اللابتوب اخد حيز كبير. وعلى سيره الكيبورد هنا بيجي فول ادريسبل ار جي بي، تقدر انت تتحكم فيه من السوفت وير بتاع ام اس اي عادي جدا، وتقدر انت تتحكم في كل حاجه من السوفت وير اساسا، سواء بقى السيتنجز بتاعت اللابتوب او الكلام ده كله. بالنسبه لمواصفات اللابتوب ده، فهو بيجي كور اي 7 11375 اتش، وبيجي بار تي اكس 3060 و16 جيجا بايت رام. طب ثواني كده، ليه اي 7 11375 اتش؟ ليه سلسله الاتش اساسا؟ خلينا افكرك ان اللابتوب ده زي ما قلت لك ان هو حجمه صغير وفي نفس الوقت برضه وزنه خفيف، فمن الطبيعي ان انت عايز ان الحراره ما تحبسش جوه جسم اللابتوب، لان بالتالي مع الجسم الصغير مش هيكون فيه تبريد كفايه. فطبعا مش عايزين نحط البروسيسور يسحب طاقه كتير فبالتالي ينتج حراره اكتر، فما نعرفش بقى نخرج الحراره دي. فحقيقي مع القطع اللي موجوده جوه اللابتوب تبريده بصراحه معمول كويس جدا. المعادله اللي عملوها ازاي انا مش عارف، خصوصا برضه مع الكارت الار تي اكس 3060. يعني بصراحه اللابتوب ما بيوصلش مثلا لدرجه ان هو خلاص سخن قوي هيلسعك عارفين لو انت حاطط ايديك، لا خالص نهائيا. وفي حاجه كانت بتستفزني شويه في اللابتوبات الصغيره اللي هي السليم وفي نفس الوقت بتكون جيمنج، وهو ان مثلا يقول لك انت عايز حاجه صغيره، عايز حاجه جسمها مش كبير تتحرك بيها، طب انا هغير لك مدخل الاتش دي ام اي. ليه يا عم ليه؟ انا اصلا جايب ده ممكن نعمل له ستاف في البيت واستخدمه جوه البيت مثلا بشاشه، وبره البيت اخده مش محتاج الشاشه، عايز انا مدخل اتش دي ام اي. فالحلو ان هم هنا حاطين لك مدخل اتش دي ام اي ومدخل لمايكرو ميموري كارد والمدخل بتاع الشحن العادي، وعندك مدخلين يو اس بي اي. ويمكن دي الحاجه يعني اللي ما عجبتنيش، يعني لو كانوا زودوا مدخل كمان كان هيبقى الموضوع لذيذ، عشان انت لو حطيت ماوس وكيبورد خلاص كانت الدنيا اتقفلت. بس قشطه يعني ممكن الموضوع ده يتحل بيو اس بي هاب او كده. وبرده مفهوم هم ليه عملوا كده برده، عشان الحجم الصغير بتاع اللابتوب وبتاع، فعشان يصغروا على قد ما يقدروا. وعندك مدخلين يو اس بي سي، واحد منهم ثاندر بولت. بس الجامد قوي ان انت ممكن تشحن من خلال مدخل يو اس بي سي اللابتوب. سرعه الشحن هتكون قليله شويه لكن فيتشر جامده. افرض انا واحد نسيت شحن اللابتوب في البيت، فمعايا شحن الموبايل عايز ان انا اشحنه بيه ومعيش اي اختيار تاني. الحاجه دي دايما بتحصل لي تقريبا عشان انا شخص بينسى حبتين. طب انت شايفني عمال اقول لك الجهاز خفيف، الجهاز صغير، طب هو اساسا وزنه كام؟ وزنه هو كيلو 600 جرام. لابتوب يعتبر عن كيلو ونص. انت شايل في ايديك ار تي اكس 3060 واي 7 جيل 11 في كيلو ونص. حقيقي شافوه. وجس وات بيدعم سرعات الجين 4. طب الشاشه بقى اضافه، هي بتيجي هنا 15 انش ببانل اي بي اس وبتردد 144 هرتز، والريزولوشن بتاعها هو فول اتش دي. احنا عمالين نتكلم بقى ان اللابتوب ده للالعاب وللجيمنج وكده، فخليني بقى اوريك شويه بنش ماركس وشويه العاب على اللابتوب ده، فخليك معايا. قلت لك ان اللابتوب ده للشغل وينفع انت تشتغل عليه.
اللابتوب ده فعلا تقدر تشتغل عليه لو انت اديتور، مثلا لو انت شخص بتعمل موشن جرافيك او كده هيكون تمام معاك. ولكن خلي بالك ان اللابتوب ده 16 جيجا بايت رام، يعني انت لو حطيت له مثلا ملف 4K تقيل على البريمير هيبدا ان هو يهنج معاك. بس مثلا لو شغلت بروكسي او انت مثلا منتجته على 1080 او كده فهيشتغل تمام ومش هيعمل معاك حاجه. بالنسبه بقى لافتر افكتس، انت عارف ان افتر افكتس سفاح رامات، في الحاله دي هو هيشتغل معاك تمام وهيشغله معاك ومش هيقول لا. ولكن كل ما الدنيا هتتقل كل طبعا ما اداء اللابتوب هيقل شويه. وطبعا مش محتاج اقول لك عشان يعني تاخد منه اعلى اداء فلازم انت تكون موصله بالشاحن، ده طبيعه اي لابتوب. بالنسبه بقى للشغل 3 دي، فانت لو معاك بروجكت 3 دي تقيل وحاولت ان انت ترندره عليه هيديك ارقام فلكيه، يعني هيديك 30 ساعه رندره وحاجات غريبه كده. فيعني في اختيارات احسن لو انت شخص بتشتغل 3 دي وكده، ولكن طبعا كله بفلوسه. في النهايه بقى مين يجيبه؟ لو انت شخص مثلا لسه مخلص دراسه وعايز ان انت تبدا تشتغل على لابتوب، سواء بقى في مجال الايديتنج في مجال الموشن جرافيك او كده، فاللابتوب ده هيكون كويس ليك. وفي نفس الوقت انت مثلا عايز تلعب بقى شويه مش عارف ايه وعايز حاجه خفيفه معاك، فاكيد اللابتوب ده ليك. لكن لو انت واحد من الناس اللي انا قلت عليهم سواء بقى بشتغل 3 دي او كده او شغل تقيل قوي، فممكن انت تشوف حاجه احسن شويه، هتكون اغلى وحجمها مش هيكون زي ده ولكن هيديك اداء افضل. طبعا انت عايز تعرف اللابتوب ده سعره كام؟ في بس خبر محزن شويه ان اللابتوب ده مش متوفر في مصر للاسف. ليه؟ لان هو سعره بالمصري هيكون عالي شويه، هيكون داخل مثلا في حدود 60,000 او حاجه زي كده. لكن هو موجود في السعوديه وفي الامارات وفي دول الخليج كلها. لو انت تعرف حد من هناك فتقدر انت تقول له مثلا انه يشتريهولك وهتاخده فعلا بسعر كويس جدا. وقولوا لي بقى في الكومنتس لو حابين هنعمل مراجعات للابتوبس تانية، ومستني بقى كل ردودكم في الكومنتس. وبس كده، اتمنى تكونوا غطيت كل حاجه على اللابتوب الام اس اي ستيلث 15 ام. اشوفكم الفيديو اللي جاي وسلام. بس ما قلتليش صحيح ايه رايك في اللوك الجديد اللي احنا طالعين بيه ده؟ عشان ليا صديقي مش هقول اسمه علي عبد الوهاب، غالبا انت كمان تعرفه، قال لي ان اللوك ده احسن من السيت اب التاني، فقررت ان انا اصور هنا على طول. هنشوف حل الاستاذ اللي طالع في الكادر ده، طالب حاجه كده تظبط الدنيا عشان شكله مش عاجبني بصراحه في الكادر، بس مضطرين بقى نعمل ايه. واحلى مسا على ام اس اي الناس اللي مدلعانا وبعت لنا اللابتوب عشان نراجعه. طبعا انت فاكر ان انا هخلص الحلقه دي وهخش ادخل اللابتوب جوه في الاوضه وشكرا كده؟ مش حاجه يا عم، اللابتوبات دي كلها بترجع، غير طبعا لو ام اس اي جرت طريقه وعايزه تسيبه، يعني ما عنديش مشكله والله.